لا كان بيعمل كده. استنى تعالى يلا يا جماعه. طب ممكن واحده العاده السمعيه بالله عليك؟ ماشي يلا. لا، لازم العادة تبدا كل السمعية. يوم الصبح يعني بجير كان نصيحنا بالموضوع ده، لازم اول يوم الصبح عشان ودانك تاخد على عشان تسمع الحاجات الوسخ اللي بتسمعها في الشارع، فلازم بعد ما تخلص ترجع تقعد تعمل كده. دي العاده السمعيه. بدايه جديده وموسم جديد بدخله جديده. يلا احلى ساده ده مش كآبة ده كيف زياده كيتكو سكيتو ساده سكيتو يا ريتكو سكيتو. لا ما جاتش غلط. حلو خش. لا كل طيب، سنه وانتم إحنا- طيبين ورمضان كريم ويقعد عليكم الأيام بخير ان شاء الله. حصل احنا جاي لكم بموضوع مختلف. خلصنا سيزون 1 هنبتدي سيزون 2. خلصنا بقى موضوع المواقف والاسئله والكلام ده، وهنخش في حاجه جديده. احنا عشان الموسم الرمضاني احنا عارفين جاي متاخر شويه، بس جبنا لكم اوسخ اعلانات اتعرضت في الموسم الرمضاني وهنتفرج عليها سوا. طيب ويا رب تعجبكم او كده مش هتعجبكم يعني. يا رب ما تعجبكم. هنبدا باعلان يعني هو يعتبر اغلى اعلان موجود في الاعلانات الوحشه، فاحنا هنشوف اغلى اعلان. يعني هو مش باين من الشكل اللي احنا شايفينه ده ان هو اغلى اعلان، بس خلينا لو معاك 25 مليون جنيه مش عارف تعمل بيهم ايه؟ تعال وانا اقول لك تعمل بيهم ايه. لو معاك 25 مليون جنيه هتعمل ايه؟ انت خدت بالك من الدخله؟ ايوه يعني حد قال لي لا 25 مليون جنيه شكرا. I'm not interested. انجليزي كسكسي. طيب الفنانه روجينا اولا هي اختيار خاطئ قوي. لا ايه مش هنغلط. مش اختيار خاطئ؟ هي فنانه لا، عادي. قديره ولها احترامها. ما لها احترامها طبعا. متصوره في بسين 3 في 6 اللي هو كنا بننزله احنا عند 3 عيال في نادي الاطفال. لا بس استنى، انا شايف ان هي قلت لك لو معاك 25 مليون يا هي باين عليها ما معهاش 25 مليون، دي اول حاجه بالظبط. بس يعني مع احترامي الشديد ليها، بس انا قصدي ان هي دي ممكن جزيرة تطلع إيه مثلا دي؟ تلبس جلابيه، مثلا تلبس جزيرة عبايه البستين دي وتنزل ولا؟ مثلا، اقول لك بس تنزل مثلا معلمه مثلا تنزل مثلا تقول لك لو عايز تشتري عزبه مش عارف فين، تشتري بالظبط. ارض مش عارف في كده، دي ممكن تنزل فيها ساعتها طرش. اقسم بالله يعني الاعلان شو ده بقى تريليون عادي هتيجي يعني عايز اقول لك يعني الاعلان ده هو موجه لفئه وبيخاطب فئه. ايوه بالظبط، يعني هو عايز هو يكلمك المفروض انت هو عايز و25 مليون تاخده من حد تاني بقى يعني. بالظبط كده. شوف حد يدفع لك. لو معاك 25 مليون جنيه او حد معاه يعني 25 يبدأ. مليون جنيه تعرفه لو تعرف حد معاه 25 مليون جنيه قول له يعني هاتوا خد كوميشن. هتحطهم مقدم في فيلا ايوه ستاند الون بريميوم لوكيشن فيو على البحر. عايز ايه كلمة أكتر بريميوم من مش كده؟ جاية من يعني اسمها فيو زي بريميوم. ده. بريميوم لوكيشن. زي ده اسمها بريميوم. قال عليهم حلويات والحلويات معاك للحلويات. بروفيسور حازم حازم موسى. تقولش نوت بريميوم سي بريميوم. ده الانجليش طبعا خارقة. أنا مش بحب أشكر في نفسي كتير، بس أنا بسيب المواطن والمشاهد. مش محتاجة تتكلمي انت فعلا. محتاج تتكلم فنان محتاج تقفل الاعلان ده حالا. يعني احنا محتاجين نشوف الاعلان اللي بعده. انا اسف يا جماعه بس هو ده ايه؟ طب مع الاعلان احترامي تبع ايه؟ مع طب احترامي انا عايز اعرف للدكتور حاجة. مع احترامي للدكتور الشهير عمر عادل، يعني احنا اسفين طبعا بس يعني انا هسال سؤال بس بسيط. ال 25 مليون جنيه هدفعهم في ايه؟ هتحطهم. هحطهم فين؟ ما قالتش على المكان. مش مشكلة، المهم إنها- فيلا فين هي المكان؟ ما اعرفش مش عارف في أو كومباوند شاليه الصحبه أو ولا فيلا أو مش عارف كبانة. بتاعت لبن ابعت تقريبا. لصفحة صباح عقار. عايزين مين يا فندم؟ عايزين صباح بتاعت مستورد. نقول لها مين؟ صباح عقار. حط 25 مليون جنيه في مكان اسمه صباح عقار. اسف لصباح عقار بس يعني اسعاركم عاليه عليا قوي. لو كان ب 20 كنت ممكن يعني هاتوا كومباوند. الصراحه يعني المكان اصلا شكله مش حلو. انا لو معايا 25 مليون جنيه بروح ممكن مستحيل اروح اقعد هناك اصلا معايا 160 جنيه. حطهم بقى. حطهم في جيبك تاني يلا. مساء عقار. بص احنا بدانا ب 25 مليون، فطبعا احنا مش هنقل واحده واحده، فندخل بقى بالظبط. في بي ام دبليو اللي والحاجات اللي هي بتاعت الناس بي ام دبليو الضعيفة. اكس صح؟ الناس اللي هي التعبانه اللي بتلعب في ال 10 و15 مليون. ايوه اللي بيحطوا مقدمات اللي بيحطوا طار عماد. ده اختيار حلو حلو. بس انا برضه يعني لازم السرعات قد بعض. السرعه كويسه. واجهه. لا السرعه مش احسن حاجه يعني مش 4 باي 4. لا ما انت مش لازم يعني هي سرعه وخلاص. سرعه في دهب وبتاع والجو. مش ده صح؟ ده ما فيهاش رمله، ده كلها طوب. لا فيها رمل. ده في نويبع بس. تحت بس شكرا كده. وحضور. ايوه. الحلم بالنسبة لي هو رحلة. كل مرة تاخدني لبعد جديد. ريد كاربت. لا بس بقى الصحراء. لا انا مش كل شخصية لوحدها قوية، بس مع بعض بيكملوا. طيب يعني يعني اعلان
كويس، بيدي ستوري حلوه ممكن تعلق مع الناس، بس الفكره ان انا ستوري عن تاريخ الفنانه مثلا عنها وعليها بتروح بتسافر وبتقعد تروح ريد كاربت. ما شاء الله عليها الفنانه مقطعه عايزة... الخروجات وبتروح على الريد كاربت بي ام دبليو عايزه ايه بقى؟ عايزه طريق بقى، عايزه سرعه، عايزه سباق، عايزه مش عارف واحد بيكروز واحد بسبوت. ايوه يعني مش هاخدها اروح بيها دهب بقى، اروح بيها عايزه مثلا كشافات تقلب نور مثلا، تجيب عربيه مرسيدس تقلبها على الدائري. يعني عايز تجيب بي ام دبليو هات بي ام دبليو اكس. يعني انا ما شفتش حاجه لها علاقه بالبي ام دبليو. شفنا، انا اتفرجت على الدريسز بتاعتها بس. نصيحه لاخواتنا بتوع بي ام دبليو، يعني نصيحه من راجل مستثمر يعني بيلعب في الايه، في الارقام الصغيره 10000 جنيه والحاجات دي. بيلعب في 160 جنيه. ما تجيبوش فنانات يعني فاهم تبين الحاجات دي. هاتوا مثلا عمرو مجايبر يديكوا واحده. طيب نخش بقى على الاعلان اللي بعده. اعلان مصنوعي. بما ان انا لسه قايل من شويه موضوع الجيار ده، فانا الصراحه عايز ادي تحيه قويه جدا للجيار. ممكن يا جدعان نسقف تسقيفه بسيطه كده للجيار بس يا جماعه، عشان بس الجيار ده بياخد خد فعلا خد الاعلانات كلها في حته تانية. في حاجات راحت في حته فعلا احنا مش عايزينها تروحها، بس هي راحت. في اعلانات بصراحه انا جبتها من على الفيسبوك عندك يعني، فانا مش عارف هي هتنزل يعني فين. الكواليس، شفت الكواليس ما شفتش الاعلان. فين؟ يعني قول لنا الاعلان بينزل فين؟ النهارده 10 رمضان وما شفناش ولا اعلان. يعني انت عملت اعلان عن الالبان واعلان عن ايس كريم ساندي. ايس كريم ساندي. ساندي علاقه ساندي بان انت تكسر الحيطه يعني. مش عارف الصراحه، بس يعني ده مخرج بس فاهم. فخلينا نشغل اعلان ونتفرج. اعلان مصراوي بين اتنين قرع من اخواته. الراجل اقرع. الراجل برضو كريدت. سقف يا جدعان الناس القرع عشان معلش، عشان بس مش لازم كله يسقف يعني، مش قادر ما يسقفش. طيب يا جماعه يلا نخش بعد كده الاعلان ونقول شوف الجيار بيقول ايه. في قرمشه عاديه وفي قرمشه مصراوي. ايوه هو الاينشتاين. لعبوا حتى هاوي قرمش مصراوي في الكافات والقهاوي قرمش. انت متخيل ان هم استخدموه ان هو اعمى وعادي. مين دول؟ شكله حرامي وحاجه زي يعني حاجه. دول بص يا باشا، دول مين دول ده اول حاجه عشان ابو ريحته معفنه ده تقريبا. ده لا ما هم اللي بيقولوا كلهم كده، ما اعرفش. ما هو باين عليه. كله بيقول كده، كل ما بيقرب من حد بيقول له كده، فانا مش هيزعل مني اكيد. انا هو الراجل ده بصراحه الراجل يعني انا بحبه جدا الصراحه، بس لا انا ما بحبوش. عادي عادي ما هو بحبه زمان لما كان بيطلع فاهم بشنب بقى، معروف بشنب وسعد. هو ما طلعش غير فيلم كركر بالظبط. لا محمد سعد كركر ما كانش بوحه باين. مش بوحه تقريبا. بس طلع كان حلو، كان عامل طعم الشيبس. يا اسطى الناس قرفانه بتعمل والله عشان هم واخدين كام يا اسطى؟ واخدين تقريبا 20 جنيه كل واحد، واخد 10 جنيه ووجبتين. هي الوجبه ده في الشيبس. طب انا مش قادر اكمل الاعلان ده. طيب هو اولا الفيديو ده جالي جلطه مش قادر. ايه مش اعلان وحش قوي. ما انا هقول لك ليه بقى، الاعلان ده بيخاطب مين؟ بيخاطب التوخي. لا هو الاعلان ده بيخاطب كل الاشكال اللي هي بتدخل تتفرج على الناس دي. حلو. انا برضو الناس مع احترامي لكل الناس طبعا، يعني كل واحد وذوقه، بس فعلا الناس دي يعني الكونتنت بتاعهم مش كونتنت، يعني الكونتنت بتاعهم عباره عن يعني بيطلع تقريبا على التيك توك بس، هو بيطلع حلو. فطالع في اللي طالعين في الاعلانات دي كلها هم طالعين برضو، بس ما ولا اي حد عنده موهبه، هم شكل يعني واحد لا هو الناس دي جت عشان انا متكلف 160 جنيه. الناس دي جايه كل واحد ياكل وجبه. هو تقريبا ملقوش بادجت يجيبوا بيها ناس، فقالوا يجيبوا بقيه الحاجات. الناس انا بحب الناس دي جدا. يلا بعد. انا مش عارف انا بعمل ده صح ولا غلط، بس تمام. معانا جاي اعلان بازوكا بالمناسبه كل سنه بيعملوا اعلان بيجيبوا فيه فنان وبيعملوا اغنيه شعبيه ويكون جميله جدا، ومحدش برضو بيروح يكون من عندهم. الناس بتسال اغنيه ما بيكونش من عندهم. هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان يا مهما رحت مهما. والله بيعملوا اعلان عشان الناس تشغله في العربيات. والله الناس بس هو فعلا الناس كلها الناس بتقطع الفراخ بعد الاعلان. انا بتفرج بس. بازوكا برضو تقيل عليك، كل اللي بينافسنا ده ما احنا اللي دلعنا الفراخ. اعلان جنسي. احنا اللي دلعنا الفراخ وجاب فرخه نعمل لها كده. ساده سكيتو. لا مش الحته دي. لا مش دي. الواد ده صوته حلو قوي يا اسطى. ساده سكيتو مش جاي. انا قلتها كلها وحشه. هي هتركب بس مش هنا. طيب هي الاغنيه هتكمل عادي تمام. هي الاعلان جامد جدا، بس هي الفكره فين؟ سوري انا عملت حركه دلوقتي مش الطف حاجه، بس ان شاء الله ما عملتش حاجه. ممكن ما تقولش اي حاجه بتعملها ليه؟
ما مش لازم الناس تعرف انت شخيت على نفسك. لا هو ايه ده؟ ما عشان ياسر تقول ياسر بتاع عشان هو بس عشان انت قلبت الكاميرا. ما بالظبط انا لسه بقول كده عشان مش عشان احنا اللي دلعنا الفراخ. ايوه هو الاعلان ده جامد، الاعلان جامد طرش، بس الفكره الاعلان ده معمول عشان فعلا زي ما انت قلت ان احنا نتفرج اقسم بالله ونسمع بس. نتفرج ونسمع والله ما قعدت بالمحل. ما هي بازوكا اصلا بتلعب على حته انا باكل بازوكا بيجي لي اسهل اسبوع. بتلعب على ايه بقى البازوكا؟ بتلعب على الفيوز، بتلعب على ان انت بالزبط. تبقى معروف. بازوكا معروف بس مين بياكل منه بقى مش عارف. هم بيركزوا السنه اللي فاتت جابوا فرخه راكبه موتوسيكل مسلم. لا جابوا ناس راكبه وراجاريه وجابوا فلاجز ورايحين جايين وفاهم في الاخر يعني انا ما اكلتش من سنه لي سنتين. اعلان حلو بس زودوا الصوصات شويه في الاعلان. زودوا الفراخ يعني اعملوا فراخ. ده بقى اللي بقول لك عليه. هو ايوه انا عمك سقفك دي لسه الجيار يا عم خلاص بقى. نبدا اعلان تاني الجيار. اكيد جامد. لا احنا ممكن نحيي الجيار بطريقه ثانيه. ودنك معايا فنان بعد اذنك. ودنك معايا فنان. لا مش دي. استنى انا استنى كانت ايه؟ مش كنا بنعمل كده؟ لا كان بيعمل كده. استنى تعالى يلا يا جماعه. طب ممكن واحده العاده السمعيه بالله عليك؟ ماشي يلا بعد اذنك يعني واحده لازم تبدا كل يوم الصبح. يعني جيار كان نصيحنا بالموضوع ده، لازم اول يوم الصبح عشان ودانك تاخد على عشان تسمع الحاجات الوسخ اللي بتسمعها في الشارع، فلازم بعد ما تخلص وترجع تقعد تعمل كده. دي العاده السمعيه. استمرار على العاده السمعيه لمده اسبوع يخليك من الصم والبكم بس على طول. هتلاقي ودانك بتصفر بس بعديها. بس نبدا بقى نشوف الجيار بيقول ايه. اخويا حوده التنين، اخويا الجيار، واخويا الواد اسمه شرقاوي باين. مش فاكر اسمه. ايوه هي دي بس انا بحبه الواد الاسكندراني ده من الجيهه. بالنعنشه. حوده التنين ايه؟ اجرب الاطعمه كلها وانت. بص انا حاجه بس عشان حوده التنين اخو صاحب واحد صاحبنا. طب ايه ماله؟ فما اجيبش سيرته في الاعلان. ايوه الراجل محمود السيسي. مظبوط. ايه ده هو اسمه ايه؟ ما اسموش اسمه حوده التنين. حوده التنين؟ انا لاعب معجون مهارات، عندي لوحدي دولاب بطولات، وابقى نجم تحليل ماتشات، ضيف دايم في المحطات. انا خلوني في الشغل مدير، مكتب فخم كله ده هو باين مدير؟ ماليش بصمه باجي بمضي تقريب. هو ما بيعرفش يمثل على فكره والله. لا يعني هو كاريزما يعني. هو يطلع يبقى ليه منظر بس هو فعلا عامل زي شيمي بالظبط نفس المنظر. فاهم نفس وش زي الوش. بس ساندي اخد الايس كريم في حته تانية خالص، يعني بقيت ممثل قدير. بيقولوا لي انا غول تمثيل. والله فاجر افجر واحد في الاعلان. ومعايا جوايز كتير او فرقتي كسبانه بطولات. اعلان ما تعرفش. ايه؟ ما تعرفش. ما بقول لك هو عنده على تيك توك. ولا فرقتي فن وهندسه. مين ده؟ فاتحين مدرسه. انت عارفه؟ انا يا ابن اللعيبه. ده مين ده؟ طه؟ البت دي جايبينها غصب. طب يا شباب بالله عليكم حد يجي ثانيه معلش. انا عايز حد فيكم يجي ثانيه. هو عايز ياخد رايك في حاجه بس. اخد رايك في حاجه. جيمي لا جيمي ما بقاش المعد ما يجيش. يا جدعان حد وريني يا اسطى. ايه بتقول؟ عايز تقول ايه؟ هوريك حاجه. ماشي. ايه ده يا اسطى؟ ده انت بجد؟ يا نهار ازرق ده شبهك جدا. تعالى بعد اذنك كده. تعالى اوريك حاجه. تعالى اوريك حاجه. ما انا جيت يا هو ابني. مكسوف ولا ايه؟ ايه يا اسطى؟ ايه المنظر ده؟ مين ده؟ ده كهرمان يا اسطى. لا مش انا يا اسطى صحيح. غباء ده. في اعلانات في يا جدعان. انا بس يعني لاحظت ان في اعلانات فعلا والله العظيم كرييتيف بس هي مش باينه. انا ما خدتش بالي منها. خدت بالي صدفه على السوشيال ميديا، ما شفتهاش ولا على التلفزيون. ده انا شفته ولا ايه؟ ما شفتهاش على التلفزيون ده عطس ولا ألماني. شفتها ايه؟ عطس الماني. فيش بخ. عشان هو لسه جاي من المانيا فهو فيعني ريماسلاند صراحه من الحاجات اللي انا بحبها جدا. بس الاعلانات عمري ما شفت لها اعلان في حياتي. انا عمري ما شفت لها اعلان في حياتي وعمري ما شفت لها علبه جبنه في السوبر ماركت. لا هم لا في السوبر ماركت بيبقى في ريماسلاند بروح لها يعني بس في زي جرينلاند وايسلاند ايوه وكده. ايوه هتلاقيها هناك ماشي. عايز اكل جبنه اروح فين؟ ايوه طب هتروح على ريماسلاند بس خلي بالك بقى نشوف الاعلان ده بيقول ايه عشان يعني دي اول مره اشوف فيها اعلان ريماسلاند. ماشي ده مسجلين ضريبي وليله يا عم. عاوز ايوه جبنه ريماسلاند. اخر علبه خدها الواد ده انا شفته قبل كده في الشارع. ايوه ما هو بيمثل في الشارع. مفيش خالص. للاسف احنا نسينا نطلب النهارده. بصراحه انا والله لو ما كانوا هعمل كده انا هزعل عشان مثلا ده اللي بحب ساعات الجبن الله الله الله. مين ده؟ الواد ده اكتر واحد خلاني اعيط في حياتي. هو ده بتاع اغنيه ايه؟ ايوه هي لما تركب العربيه وماشي كده وتقعد تقول اللي هي
سيبها بظروفها أيوة. ما يمكن تاني عارف الراجل ده؟ ايوه مش لازم ترد طبعا، انت معكش مايك. اسمه ايه اسمه؟ هما جروب اصلا؟ ايوه الواد ابو عين بقى مسطره. لا مش واما، مش بتكلم عن الفرقه، بتكلم ان هو اللي كان بيقول كده. اللي هو عينه اللي هو تحسه على طول سهران. مش هو اللي كان تحسه على طول سهران وعينه مفقعه ومنفوخه. ايوه خلاص يا عم. لا 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 بس بص شكله عامل ازاي، يعني خلينا اعيط مش قادر. ايوه ما هو طب يعني خلينا نتفرج بس عشان ما نقطعوش عشان ما يزعلش. ماشي انا بحبه قوي عشان هو زعلان بس ما لقاش الجبنه. يعني هو قال شكله لذيذ. مشوار الضرب على الفاضي، بس خدت بالك من الفلويتا كنت جاي وعشمان طلع الإيديتور فاجر. السوبر ماركت فاضي يرضيك انا مجعان واروح لمين يجيب لي رماس دلوقتي يا ناس يبيع سنين عشان زبون طيار يا ناس. طب والعيش ايه ده؟ طب والكاشير اللي حسبته طب انا تاني يعني لا، لا، انت خلاص. بتعيط مثلا بتعيط لا، بس حلو. عربيه وجاري مثلا. انا مثلا خايف. انا قطعني يا اسطى، انا كنت زعلان وحاسس انا خايف اوقف الاعلان لا فاهم الفنان يتضايق والله العظيم. خلاص انا حاسس ان محتاجين. يا ناس طب والعيش اللي انا جبته طب والكاشير عيط والله. حسبته طب والباقي اللي انا سبته طب والطابور اللي وقفته جبت زيتون ب5 جنيه ما تهنتش واديني سبته. والله انا كنت فعلا كنت عيط بجد. انا زعلت والله في اللايف بقى اقسم بالله العظيم، يعني انا اتأثرت. يعني انا هروح اشتري منه ستاند والله مخصوص عشان الموضوع ده. انا هشتري منه عشان الزعل ده الصراحه. والله زعلت اقسم بالله. يعني مش هتشتري لما زعلت؟ مش عايز اخش السوبر ماركت عشان ما افرض دخلت. انت تعرف ان المثل ده اصلا تحت الشغل عندي. انا كل ما اتزنق اروح نازل جايب المثل. الماس مش موجوده في مصر اصلا. ايه ده؟ دي سلسله جديد مش موجوده في السوبر ماركت. مش سوبر ماركت، ريباسلاند يا ابني ستورز كتير، كل ستور لوحده. يعني هتلاقي مثلا في جامعه دول واحد، هتلاقي مثلا في شبرا عندكم واحد، هتلاقي مش ما فيش عندنا ريماس في شبرا. ما هو مش ريماس، ما فيش الفنان وهو في شبرا، ما فيش الكلام ما هو يا ابني الريباسلاند ما بتحطش غير في الاماكن اللي هي الكويسه بس. اعلان روعه الصراحه. والفنان ده المفروض يعني بيموت 10 سنين ويطلع يكئبنا زي ما هو عمل كده. وما دي اكتر حاجه خلتني ادمع في حياتي مثلا. ده كنت كل ما بعيط مثلا اللي هو كان بيقول ايه ساعتها؟ سيبها بظروفها سيبها بظروفها. ماشي. الاعلان ده يا جدعان جامد اقسم بالله. انا كنت بسيبها بظروفها وبعد كده بقى في الاغنيه. انا هشيله من الليسته وهنحطه في احسن اعلان. طيب دي كانت ده كان عشان هي الاعلانات كتير، فاحنا خلينا نشوف الاعلانات دي الحلقه اللي جايه. يعني الحلقه دي كانت الاعلانات الصراحه يعني كافيه ان احنا كنا ممكن نتكلم عن اكتر من كده، بس عشان وقت الحلقه. يا رب يعني الموضوع ده يعجبكم او اللون ده يعجبكم، وانتوا يعني قولوا لنا ايه الاعلانات اللي ممكن مثلا نتكلم عليها وعايزين نطلعها. ممكن احنا ما شفناش كل الاعلانات. فكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. واستنونا في الحلقه اللي جايه مع اعلانات تانية اوسخ من اللي قبلها.